السلام عليكم، اهلا بيكم فيديو جديد. انوش صاحبة قناة يوميات انوش بتقدم محتوى مش محتوى روتين يومي زي ما حضراتكم كده عارفين بالظبط. ست بتطلع تعرض جسمها قدام الكاميرا بحجة انها بتعلم البنات الطبخ، على اساس يعني انها طالعه بتقلب الطين، ان البنات ما بيعرفوش ازاي يقلبوا الطين. بتعلم ستات البيوت ازاي بتنفض الشباك او فرش ملايه للسرير. طبعا هو مش محتوى، ما فيش اي حاجه بتتقدم. هو الهدف من كل القصه ديت انها بتجذب المشاهدات. القنوات او قنوات الروتين دي بتكون جمهورها اساسا كلهم رجاله، ما فيش سيدات بتتفرج. ما فيش ست تدخل تتفرج على ست لا مؤاخذه مصدره لها حاجه كده علشان توريها ازاي تنظف سرير او تنظف المطبخ او تعمل شويه بتنجان على البوتاجاز. تم القبض على واحده من اكتر السيدات بصراحه المستفزين في الفتره اللي فاتت، وهي السيده انوش اللي ظاهره قدامكم في الصوره دلوقتي، بتهمه نشر الفسق والفجور. وعقبال الباقيين ان شاء الله من اللي بيطلعوا يبوظوا بناتنا ويبوظوا شبابنا بالشكل ده. الست اللي بتطلع تقدم دوت وبتتساب، بتطلع غيرها تقلدها وبتبدا الدنيا تزيد وتهيص. الست اللي اسمها انوش دي انا شفت لها مقاطع طالعه فيها طبعا بتشتم الناس اللي بتنتقدها، وطلع انا مره حره بنفس اللفظ كده، انا مره حره واعمل اللي انا عايزاه ومحدش ليه حاجه عندي. وطبعا كل اللي بينتقدها لازم يبقى حاقد ولازم يبقى حاسد. ما الناس دي انا مش عارف ايه بالظبط، يعني هي عارفه انها بتعمل حاجه غلط ومع ذلك لما يطلع حد ينتقدها يقول لها احترمي نفسك، عيب اللي انت بتعمليه ده، حرام عليك اللي انت بتعمليه ده. تطلع طبعا انا حره واعمل اللي انا عايزه، وادي النتيجه انها تم القبض عليها. والف مبروك عليك يا ماما الاساور، وان شاء الله تورينا الروتين اليومي كده وتعمل لنا يوميات في الزنزانه. تمام، وان شاء الله في كتير غيرك هيحصلوكي بالشكل ده. الناس اللي بتقدم شيء بيأثر على المجتمع وبيشوه صورة سيدات مصر. سيدات مصر انضف وافضل من النماذج دي نماذج غريبة او قلة موجودة، وللأسف الروتين ده انتشر في الوطن العربي كله مش في مصر وبس. يمكن كان زيادة او اوفر او في دولة المغرب الشقيقة، وانا اتكلمت عن ده قبل كده. تم القبض على سيدات من النوعيه دي قبل كده، منهم الست مشاهده. انا كنت سعيد جدا لان انا اتكلمت عنها وطالبت بالقبض عليها، والحمد لله تم القبض عليها. والنهارده تم القبض على انوش والبقيه تاتي. السلام عليكم.